استقبلنا مقر الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة وجدة. مرحبا بك سي هشام. مرحبا بكم ومرحبا بالمشاهدين الكرام. سي هشام، سكنت مدينة وجدة اللي انت وكيل لائحة الآن، تقدر كوكيل لائحة لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة وجدة. بغينا نعرفوا شكون هو سي هشام صغير. هشام صغير مواليد 1980 بحي المناملود، هو حي شعبي في لازاري. درسنا في المدارس العمومية كباقي الساكنة ديال الأحياء الشعبية، وركبنا تحنا معاهم في الطوبيسات لمدة سنوات وتكرفسنا في الطرقان، والحمد لله. قرينا من بين المدارس اللي قرينا فيها، قرينا في ثانوية والذهب شعبة العلوم الرياضية، والحمد لله كانت عندنا نقاط ممتازة تحضيرية المهندسين في مركز عمر بن عبد العزيز كذلك بوجدة. وبعد ذلك دخلنا الغمار الأعمال في مدينة الدار البيضاء من أبوابه الواسعة. عبد ربه رئيس مؤسسة خيرية، ونفتخر بذلك ونعتز بذلك، والأعمال الخيرة الحمد لله كنا كنديروها من قديم. مرحبا. سي هشام، كي جات الفكرة باش دخلتوا للسياسة؟ كأي رجل أعمال، زي ما قلتها في العديد من المحطات، كي يتبع الشأن السياسي. لماذا؟ لأن الأعمال، مناخ الأعمال كيرتبط بالسياسة كثير، باش كنعرفوا التوجه ديالنا فين غادي نواكبوا في أي ميدان، في أي مجال، في شحال نستثمروا، واش نزيدوا، واش نقصوا، واش نتشجعوا ولا ما نتشجعوا شيء. إذا ضروري من المواكبة السياسية وضروري من التتبع. ولكن في حق العلاقة اللي بدات السياسة مع ميلاد حزب الأصالة والمعاصرة في 2008 كحزب جديد كان كيلفت الأنظار، وخاصة أن مع الأصدقاء كانوا عندنا من الناس الأولين اللي انخرطوا في هذا الحزب هذا، وذلك ما خولنا أننا نتبعوا هذا الحزب ونتبعوا المراحل ديالو. سبقتنا في السؤال، كنا الشارع الوجدي كيسأل سي هشام صغير، كيقول علاش اختاريتوا حزب الأصالة والمعاصرة للبام بالذات؟ واش هو اختيار ولا اختيارات انكم العلاقات الشخصيه اللي كتجمعكم مع الصديق ديالكم الاخ ديالكم البيبيوي اللي عطاكم فرصه باش تشاركوا معه العمل الخيري بمدينه وجده في المؤسسه الخيريه ديالكم؟ هي كما قلت لكم التتبع كان من قديم، من 2008. لما كيكون شي حزب جديد، خاصه اذا كانت عنده طموحات كبيره، كيلفت الانظار. وعبد ربي ايضا كنت جديد في السياسه، إذا ما هو جديد يتتبع ما هو جديد. فإذا لقينا راسنا كنتبعوا هذا الحزب هذا، ولقينا فيه الإخوان ديالنا اللي أصدقاء وإخوان ديالنا اللي انخرطوا فيه قبل منا، وكذلك الأفكار والمناهج اللي مشى فيها هذا الحزب كتوافق التسير ديالنا في ميدان الأعمال والمناخ. إذا ما لقينا راسنا إلا انخرطنا فيه. كاين اشكاليه ونوع من الشبهه كيثيروها المنافسين السياسيين ديالكم في مدينه وجده. كيقولوا انك الصفه ديالك انك رئيس مؤسسه خيريه تابعه للاخ البرلماني ودخلت للسياسه. واش هذا حق طموح شرعي كمواطن مغربي، يعني حق باش دير السياسه، ولا تسخير العمل الجمعوي والخيري للسياسه؟ اول حاجه، عبد ربي عمره ما طمح السياسة، عمره ما كانت عندنا طموح سياسية. حتى الساكنة والإخوان اللي في حزب الأصالة والمعاصرة النهار رشحونا لهذا المنصب هذا أو لهذه الاستحقاقات هذه، كان عندنا تردد لمدة أشهر. ولكن بعد استخارة على الله تعالى وبعد مشاورة ديال عقلاء المدينة وعقلاء هذا الوطن اللي شجعونا باش نقوموا بهذا المهمة هذه، وخاصة أن الظرفية حساسة جدا وتحتاج رجال في المستوى اللي عندهم كفاءة وعندهم صدق باش ندوزوا هذه المرحلة أو هذا المنعطف ديال الجهة المتقدمة بحذر. لذلك توكلنا على الله وبغينا نخدموا الساكنة المدينة وجدة. إذا كنأكد ما كانش عندنا طموح سياسي، وإنما جاء من طلب من الإخوان والساكنة والإخوان الموجودين في الحزب، والحمد لله توكلنا على الله باش نخدموا الساكنة. واش كان
التوجه ديالكم والفكر المخاولاتي واش هو اللي دفعكم باش تقدموا نفسكم للترشيح لرئاسة الجامعة الحضرية لمدينة وجدة في ظل الإطار القانوني الجديد اللي كيفعل أن يكون رئيس عنده فكر مقاولاتي مبدع؟ وهي المرحلة كاملة حساسة كما قلت سابقا، وتحتاج ناس اللي عندهم الكفاءة والصدق على العموم، ماشي غير فكر مقاولاتي. من كنقول كفاءة في التسيير، كفاءة في بلورة الحلول، كفاءة في صياغة حلول ناجعة اللي كان نربحوا فيها الوقت والمال والموارد البشرية. إذا الكفاءة مهمة جدا، والصدق إذا محتاجين الناس اللي غادي يكونوا صادقين باغيين يخدموا هذه البلاد بدون مآرب أخرى. إذا كنا خصنا الناس اللي يخدموا هذه البلاد بدون مآرب. فمن هذا الباب نرجع لك السؤال في الحقيقة ما جاوبتكش عليه اللي قبل منه، ألا وهو العمل الخيري مع السياسة. احنا بالنسبة لنا العمل الخيري خدمناه منذ سنوات بدون ما يكون عندنا طموح سياسي. طلبوا الله يقبل. كجميع الإخوة اللي معنا، كان الحاج عبد النبي بيوي حتى هو رجل منى خير قبل ما يدخل السياسة لسنوات. ما يؤخذ علينا مجموعة من الزملاء في السياسة. أقول زملاء لأن ما كنبغيش أنا نقول خصوم أو لا أعداء كما كيقولوا بعض الناس، الله يهديهم. يمكن نقولوا أنهم منافسين زملاء ومنافسين. أنا كنقول زملاء، حتى المنافسين ما نبغيهاش، لأن حتى المنافسة في الشأن في تسيير الشأن العام كتبان لي شوية حتى هي كلمة شوية بعيدة. أنا كنقول زملاء لأن كلمة حتى المعارضة والأغلبية كتجيني شوية ثقيلة في المجالس مثلا الجماعية. أنا كنفضل نقول الناس من يجيو التسيير خص يكون تعاون كثير إيجابي باش نسيروا هذه المدينة. المهم هو الصالح العام. إذا كانت عندنا نقطة التقاء ديال الصالح العام فما نبقاوش نميلوا ونزيحوا على هذه المفاهيم ديالنا. إذا كما قلنا العمل الخيري كان من قديم، وبالنسبة لنا كنشوفوا العمل السياسي والعمل الخيري وجهان لعملة واحدة. غير الوجه الأول اللي هو عمل خيري كدير الخير اللي قدرك عليه الله، وديك الساعة ربي يجازيك عليه وتا واحد ما يحاسبك عليه. وإنما العمل السياسي هو باب من أبواب الخير، ولكن فيه مسؤولية أمام الله وأمام التاريخ وأمام الناس. إذن فيه محاسبة. هذا ماشي علاش كنقول احنا العمل الخيري والسياسي وجهان لعملة واحدة. فاحنا الحمد لله قلنا باللي هذا العمل السياسي غادي يعطينا واحد الآليات جديدة جماعات أو الجهة باش نقدروا نخدموا هذه المدينة أكثر وأكثر وبفعالية وبنجاح. إذا قدرت نفهم سي هشام، يعني كتقول أن هناك تكامل بين العمل الخيري الاجتماعي والعمل السياسي اللي نظن أنه كيصب في اتجاه واحد. في هذا الإطار كان نطلبوا من السي الأخ ديالنا يعطينا تقييم العمل ديال الجماعة الحضرية في السنين اللي فاتت، ويعطينا من التقييم لأن باش ندوزو للبرنامج. هي ربما نعطي غير إشارة، باش نعطي تقييم في حقها مدة سنوات المجلس ما كنتش حاضر فيه، وما كنبغيش من طبعي ما كنبغيش نتتبع عورات الناس او عورات المجالس او المشاكل ديالها. ما بغيش نخوض في هذا الشيء هذا. غير اشاره واحده فقط ان كنقول المجلس ما قامش بمشاريع اللي كدير كيكري لا ريشاس اللي كتخلق الثروه. مشكله مشينا بحال غير في الصرف ديال الاموال والموارد ديالنا لا البشريه ولا الطاقيه البشريه كنصرفوها. اما ملي كنجيو مثلا باش نخلقوا موارد اما نخلقوا مشاريع اللي قدرت تعاود تخلق لنا الثروه ونعاودوا نستثمروها ما كاينش. ما كنشوفوش حتى شي مشروع تنجز مثلا في البلديه اللي خلق الثروه والو ما كاينش. كاين غير لا ديبونس، كاين غير المصاريف غير نصرفوا غير كنخرجوا شي حاجه اللي تعود علينا بالنفع وترجع ونخلقوا ديك لاشين كما كنديروا في لونتربريز ما كايناش. ومع الاسف ان البلديه راه خصها تكون بحال شي اونتربريز، خصها ما تكونش غير تخرج، خصها تخرج وتدخل ونخلقوا مشاريع اللي يمكن حتى هي تعود بالنفع على الساكنه وتعود بالنفع على المداخل تاع البلديه. تعود بالنفع على الساكنه بخلال اذا درنا استثمارات غادي نمتصوا البطاله، وتعود بالنفع للبلديه بخلال اذا بنينا مثلا درنا مشاريع كبيره تابعه للبلديه غادي ترجع لها واحد المداخل معينه اللي ممكن تعاونها في الميزانيه ديالها.
واش انتم كشركاء من حيث مثلا المعطره كشريك في مجلس الجماعه الحضريه مدينه وجده، كي كان واش يتقاسم هذا الانتقاد مع سيد رئيس الجماعه ولا سيد رئيس الجماعه يتحمل المسؤوليه لوحده؟ في الحقيقه ما كنبغيش نتتبع انا الامورات تاع المجالس، انا كنهضر. لا ولكن حنا واخا نجاوبك راه ماشي عندي جواب، عطيت لك اشاره، ولكن كنقول انا دائما القياده هي اللي كتكون عندها المسؤوليه الكبرى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. القائد الا كان قوي وضرغام الجنود اللي من بعده كيكونوا يشبهوا ليه. القائد الا كان ضعيف راه كيخلق الهزيمه في وسط الجنود ديالو. اذا خص قوه، خص القياده هي اللي تكون قويه، هي الاول، عاد ممكن نهضروا على القاعده. انا الا قلت هذا السؤال كنشوف اللائحه ديالكم الجديده، كنظن ان اللائحه ديالكم الجديده علاقه باللائحه جديده اللي اسماء كبيره تحايدت اللي كانت تسير الجماعه الحضاريه ودرتوا اسماء جديده. واش هذا ما كنتوش راضيين على العمل اللي قاموا به الاخوان ديالكم اللي كانوا ممثلين في الجماعه الحضاريه، ولا هذا اختيارات تتحملون مسؤوليتها؟ هذا اللي بغينا نقراو مجموعه من الجوانب. اول حاجه التقييم الذاتي مزيان. الانسان اللي كيقيم ذاته وكيرضى بالاخطاء وكيحاول يصلحها، هذا هو الا انسان اللي يقدر يتطور ويزيد من الاحسن الى الاحسن. ثانيا حنا في هذه اللائحه بغينا نركزوا على يكون معنا واحد النسبه كبيره ديال الشباب، وإلا لاحظتوا اللوائح جميعها غادي تلقاو اللائحه ديالنا هي اللائحه اللي فيها اكبر نسبه من الشباب، بالاضافه لمجموعه من النخب اللي عندها تجربه اللي كاينه معنا في اللائحه، باش ما نديروش الاخطاء اللي دارتها احزاب سياسيه اخرى اللي كانت كتجي كتنادي بالتغيير المطلق 100%، وفي التالي طاحت اخطاء لقات راسها ما كتعرف تسير، ما خدات التجربه السابقه لها، ما عطاتش واحد الغولي ما بين النخب القديمه والجديده، وطاحت في مشاكل كثيره. اذا حنا كنامنوا بالازدواجيه، اذا كاين نخب طاقات جديده وشابه اللي عندها واحد الحماس اللي بغات تخدم، ونجمعوا معها نخب اللي عندها خبره كبيره باش يقدروا يتعاونوا بعضياتهم ونزيدوا لقدام ان شاء الله. نبقاو في التركيبه نتاع اللائحه. ركزت عليها بزاف. ضروري. مرحبا. اللائحه لحدنا فيها اسماء، فيها ممثلين على المصالح الخارجيه اللي عندها علاقه بالتسيير مع الجماعه الحضريه لمدينه وجده. كنشوفوا ممثلين تاع الارض، ممثلين تاع التعمير، تاع الوكاله الحضريه، تاع المكتب الوطني للكهرباء، عندنا اطباء. واش هذا كان مقصود ولا مجرد صدفه؟ واش كديروا حسابكم من بعد انكم ربما الى قدر لك بربي باش تكونوا في الجماعه الحضاريه كتسيروها، واش ما تكونش زاد عليكم المسؤوليه باطار ان عندكم اطر كبيره في المصالح الخارجيه؟ هو اول حاجه في المجال ديال التسيير مزيان يكونوا مجموعه من المشاريع، مزيان يكونوا مجموعه من القطاعات، ومزيان يكونوا مجموعه من الطاقات والاطر وجميع الفاعلين في المجتمع. لان علاش النظره ديال الطبيب ماشي هي ديال مهندس دوله، والنظره ديال التاجر ماشي هي النظره ديال رجل الاعمال. اذا الى جمعوا جميع هذه الزوايا هذه من كل المناطق ديالها، ممكن تكون عندنا واحد النظره شامله، تكون عندنا واحد الشموليه باش نقدوا نسيروا هذه المدينه واحد التسيير اللي هو علمي، تسيير اللي ما يكونش فيه اخطاء. لان من نحتاجوا نطبقوا شي حاجه في الميدان ديال الصحه يكون عندنا طبيب، من بغيو نديروا شي حاجه في الميدان على راديو مثلا مادام جبتي هذه المصالح الخارجيه يكون عندنا واحد ممثل ديالنا اللي غادي يفيدنا نستافدوا من التجربه ديالو. في اي قطاع ناخذوا الناس عبد ربي كيامن
بان اي ميدان بغيت ندخل له ولا اي مدينه بغيت ندخل لها او لا اي دوله بغيت ندخل لها كندخل لها بالرجال ديالها والناس اللي عارفينها باش كنربح الوقت. الناس كيقولوا الذكي هو اللي كيستخدم الاخطاء ديالو، ولكن الاذكى هو اللي يستخدم الاخطاء ديال الناس. فلما لا استفد من الناس اللي سابقيننا في اي ميدان. نبقاو في اللائحه ركزت كثير. عرفت خمسه عندنا السي هشام ومعه 4 تاع لي بيلي تاع المدينه، ومن بعدهم جاو الشباب مسيو جوهر بوعرورو فوزي رقاع. كنشوفوا هذه التمثيليه عندها علاقه بالفاعلين اللي وقفوا مؤسسات بسمه وكانوا في الميدان. ما تعليقكم؟ اسمح لي، انا كنت كنحبذ ما نذكرش المؤسسه ديالي الخيريه لان انا ما ذكرتهاش. كنت كنقول مؤسسه خيريه ما بغيتش نذكر الاسم ديالها كي لا يكون خلط. لا نخليها الاشاره كي لا يكون خلط بين العمل الخيري والعمل السياسي. اذا انت غلطتي يعني كصحفي غلطتي. اذا اول حاجه ما نبغيش تذكر المؤسسه، وثاني حاجه ما عندناش 4 ديال البيلي، ما عندناش 4. حنا عندنا 65 كنقول لك عندنا ديال البيلي. حنا الترتيب في اللائحه لا يعني شيء، والدليل على ذلك الترتيب ديال القيادي الكبير عندنا في الحزب اللي هو عبد النبيبيوي درناه في الرتبه رقم 35. نقاطعك هنا باش مرحبا. سبقتني مرحبا. قبل ما نوصلوا للسي عبد النبيبيوي والرقم 35 كاين احتجاجات من بعد